يو فريندز، اهلا بيكم في الشانل. واحنا هنا بنتكلم عن كتب وقصص بتعلمنا عالم البيزنس وتخلينا نتحكم في فلوسنا ونفكر بطريقه احسن. وفي الفيديو احنا جايين نتكلم عن سؤال واجوبه الجزء الثاني. اول سؤال عندنا من روان بيقول what did you do to get a peace of mind؟ عملت ايه عشان يبقى عندك راحه البال؟ مبدئيا ما اظنش ان انا وصلت لدرجه ان انا يبقى عندي راحه البال الكليه، بس اقدر اقول ان انا في مكان احسن من زمان. بس انا اكتر حاجه اشتغلت عليها هي الجراتيتيود، وهي الرضا. ودي حاجة ليها اسبكت ديني وليها اسبكت دنيوي. انا بالنسبة لحتة الدين، فانت لو راضي ربنا هيخليك اهدى. الاسبكت الدنيوي هو ان انت عندك حاجتين في الدنيا، حاجات انت تقدر تتحكم فيها وحاجات انت ما تقدرش تتحكم فيها. انت ما تقدرش تتحكم في النتيجة، بس انت تقدر تتحكم في انت تعمل ايه عشان توصل للنتيجه. انت تقدر تتحكم في السعي، يور هارد ورك، الشغل اللي انت بتعمله، بس انت ما تقدرش تتحكم في انت هتنجح ولا لا، انت هتبقى غني ولا لا، انت هتتجوز ولا لا. انت ما عليك الا السعي، وعليك تفكر في الحته دي بس. وهي دي الحته اللي انا بحاول اعمل فيها، واللي انا بحاول ابقى راضي باللي انا بعمله، اللي انا بسعى وبرضى باللي ربنا بيديهولي، واللي انا بحاول اركز جدا جدا جدا. ودي حاجه بحاول اعملها كتير قوي، اركز على النعم اللي عندي، اركز على الحاجات اللي ربنا مديها لي. وصدقني لو انت بتشوف بس الفيديو ده، انت ممكن تعد 100 نعمه منهم ان انت معاك الموبايل، وان انت بتشوف ومعاك نت وسامعني، وربنا مديك السمع والبصر وكل ده. النعم كتيره، فانت تحاول تركز على الحاجات دي وتفكك من الحاجات اللي مش عندك. وده صعب جدا عشان احنا كبشر طبيعتنا اللي احنا بنشوف الحاجات الناقصه ونبقى عايزينها. فهي دي الحته اللي انا بحاول اشتغل عليها عشان يبقى عندي راحه البال. عندنا السؤال التاني من محمود بيقول what's the easiest way to leave Egypt I'm 23؟ ايه احسن طريقه اسيب بيها مصر؟ انا عندي 23 سنه. مبدئيا مفيش حد هيجيله الفيزا او هيجيله اي حاجه تقول له يلا بيك هتمشي من غير ما يبقى متفوق في مجاله. فانت اول حاجه لازم تتفوق في المجال بتاعك. تتفوق ازاي في المجال بتاعك؟ باللي انت تاخد كورسات، باللي انت تشتغل اكتر من اللي حواليك، باللي انت تشتغل بدل الشغلانه 2 و3، باللي انت تتحسن جدا جدا في المجال بتاعك، وتهتم باللينكد ان بتاعك، البروفايل بتاع لينكد ان بتاعك تشتغل عليه جامد قوي قوي قوي، وتبقى معروف في المجال بتاعك، في الشغل بتاعك وسط الناس. تاني حاجه بتعملها انت بتبتدي تقدم على الشغل بره، وتحاول تدور على شغل يديك فيزا. فهو هيديك الفيزا وانت تطلع على البلد. انا سمعت عن حاجه اسمها نوماد فيزا دي، في كذا بلد في اوروبا، اظن منها اسبانيا. ان انت لو فريلانسر وبتعمل بتدخل دخل معين، اظن $1000 او $2000 في الشهر، او يمكن اقل، اظن الموضوع كان اقل. بيدوك حاجه اسمها نوماد فيزا، ان هم بيقدموا لك، بيدوك فرصه ان انت تاخد فيزا اقامه اظن سنه او 2، وتروح تشتغل هناك، بهدف اللي انت تحاول تعمل رياده اعمال، اللي انت تحاول تفتح البيزنس بتاعك هناك وتحاول تعلي الاقتصاد هناك. انا مش متاكد منها جدا، وهسيب في الديسكريبشن لو لقيت لينك لحاجه للنوماد فيزا دي. فلو انت انترستد ممكن تشوفها وتشوف هل هي تفيدك ولا لا. بس اجان انا سمعت، مش متاكد 100%. عندنا السؤال اللي بعده من هندويشي، اتمنى اكون قلت الاسم صح. بيقول how to invest for the long term، ازاي استثمر على المدى الطويل. طيب لو انت في مصر، فانا برجح ان انت تنزل اب اسمه ثاندر وتحاول تعمل عليه اكونت وتظبط عليه الدنيا. انا مش هخش في التفاصيل، بس انت في الاول وفي الاخر انت بتنزل الاب وتعمل اكونت. بعدين لازم تمضي على ورق، حد بيجي لك البيت تمضي عليه، او انت بتطبع الورقه وتمضيها وتعمل لها ابلود تاني. مش عارف الديتيلز بالظبط عشان بقالي فتره طويله ما عملتش البروسيس دي. وبعدين بتحول لهم فلوس، وهي الفلوس كده دخلت الاكونت بتاعك. هو وين بافيت قال ان الواحد لو انت عايز تعمل انفستمنت، اندكس فند، صناديق الاستثمار هي احسن طريق تعمله. ما تقعدش تقول بقى انا لازم اشتري ستوكس، ما تقعدش تقول اعمل الحاجات دي. هو ساينتفك statistically ان الصناديق الاستثمار دايما بتكسب الانديفيدوال انفسترز بنسبه 80%. فدي نسبه كويسه جدا مقارنه بال 20%. فاحسن حاجه تعملها ان انت تروح صناديق الاستثمار. ان ثاندر عندهم صناديق استثمار كويسه جدا. انا اعتقد هم 4، في سي اي 30 وام تي اف. سي اي 30 ده بيوزع فلوسك على البورصه. ام تي اف هو زي البونز، وهي حاجه اسمها تي بيلز تبع الحكومه. فدي حاجه فالي رو ريسك والعائد بتاعها مضمون. السي اي 30 هي عشان في البورصه، فالعائد بتاعها مش مضمون والريسك بتاعها عالي. اظن انت ممكن تحط جزء من فلوسك 50% هنا و50% هنا. ده احسن طريق عشان تبقى بتكنسل الريسك وتبقى في النص، ولا منك ريسكي قوي ولا منك مش واخد ريسك خالص، فمش بتعمل فلوس كويسه. فدي حاسس ان هي احسن طريقه تبتدي تعمل بيها انفستمنت على لونج تيرم. كل اللي عليك تعمله اللي انت بدايه كل شهر لازم تحط مبلغ معين من المرتب بتاعك. اول ما تستلم، اول ما تقبض، تحط المرتب ده في جزء من المرتب ده في صناديق الاستثمار دي، 50% هنا و50% هنا. ولازم تفضل مواظب على الحاجه دي لمده فتره طويله من الزمن، وشوف السحر بتاع الكومباوند افكت.
عندنا مينا بيقول how to deal with dopamine addiction، ازاي اتعالج من ادمان الدوبامين. طيب مبدئيا كده لازم نعرف ايه هو الدوبامين. الدوبامين هو هرمون السعاده، هو مسؤول عن الحماس بتاعك، الموتيفيشن، وبيطلع من اي اكتيفيتي انت بتعملها ليها علاقه بالسعاده بتاعتك، انك بتاكل مثلا، بتتفرج على مسلسل يضحك او مسلسل عموما انترستنج، كل دي حاجات بتطلع الدوبامين. فمشكلته ان هو ممكن يبقى ادكتيف لو انت عملت حاجه بتديك بورشنز، زي انك تتفرج على افلام اباحيه. الافلام الاباحيه بتبوظ الدوبامين خالص، فانت ممكن تجيت ادكتد لحاجه زي كده، ومن ساعتها بتدمر الحياه بتاعتك. وهو ده سبب اساسي من اسباب ان الافلام الاباحيه بتبوظ الشباب، ان هي بتدمر دوبامين، بتدمر هرمون السعاده عندك خالص. فالاكتيفيتيز زي انك مثلا تنزل تتمشى في الشارع مش بتديك دوبامين زي انك تتفرج على فيلم اباحي. فدي اول حاجه. طيب انا ازاي اعالج حاجه زي دي؟ في طريقه اسمها دوبامين فاست، وهي ان انت تحاول زي ما تقول تصوم من انك تعمل حاجات تعلي الدوبامين بتاعك. بمعناها ان انت ما تمسكش الموبايل بتاعك ولا الكمبيوتر ولا تعمل اي حاجه، وتقعد يوم كل اسبوع ان انت مش بتعمل حاجه غير ان انت معاك كراسه وقلم وبتنزل تتمشى في الشارع، ولا معاك موبايل ولا معاك اي حاجه. ولما ترجع بالليل تقرا لك كتاب، تاكل، تشرب، وتتكلم مع الناس اللي حواليك، وبس كده. مالكش دعوه بالانترنت، ما بتستعملش موبايل، ما بتستعملش اي حاجه. لو عرفت تعمل حاجه زي دي كل اسبوع، دي زي ما بتعمل ريست للبرين بتاعك، وتخلي الدوبامين بتاعك ينزل، وتعرف تتمتع بالاكتيفيتيز بتاعتك. وطبعا حاول تبعد عن الافلام الاباحيه، وتبعد عن اي حاجه تضرك. ده طبعا يعني ده اول خطوه، ده بسم الله الرحمن الرحيم بدايه خطوه على ان انت تعرف تتعالج من الدوبامين ادكشن. الموضوع صعب جدا طبعا، الموضوع محتاج شغل ومحتاج مجهود رهيب جدا جدا جدا، بس دايما نفتكر ان الناحيه التانية بجد احسن بكتير. وان ذا شورت تيرم الحاجه اللي انت بتعملها غلط ممكن تبقى شكلها احسن وممكن تبقى ممتعه اكتر، بس هي هتدمرك اون ذا لونج تيرم. الناحيه التانية ممكن تبقى ممله شويه اون ذا شورت تيرم، بس اون ذا لونج تيرم هتبقى احسن ليك كشخص. عندنا سؤال من عبد الرحمن بيقول how to have a vision in the market and I'm still a fresh grad، ازاي يبقى عندي رؤيه في الشغل بتاعي وانا لسه متخرج. طيب مبدئيا حاجه زي كده بتيجي من انترنشيبس كتيره، وان انت تشتغل بايدك كتير قوي، ومحتاج تاخد برضه كورسات كتيره قوي في المجال بتاعك. كورسات ممكن تبقى على يوتيوب ببلاش، في كورسات كتير قوي على يوتيوب ببلاش، وممكن يوديمي دوت كوم، كورسيرا، الحاجات دي كلها بتسهل الدنيا. اظن الكورس على يوديمي حوالي بيبقى ب 200 جنيه الكورس، ويبقى مليان، فانت مش محتاج غير الكورس ده تقريبا. وكورسيرا والحاجات التانية ويوداستي والحتت دي برضو بيديك الكورسز دي اكشولي ببلاش، بس مش بيدوك شهاده، وصدقني الشهاده مش بتفرق. تاني حاجه اللي انت محتاج تدور على الناس الخبره في المجال بتاعك على لينكد ان، وتحاول تتواصل معاهم وتتعلم منهم، وتسالهم اسئله ليها علاقه بالمجال بتاعك. ايه انتوا شايفين ايه اللي ناقص في المجال بتاعنا، ايه اللي المفروض نعمله، ايه اللي يتحسن، انا ازاي ابقى احسن في المجال بتاعي، عشان تبقى عندك زي تبتدي فعلا تكون الرؤيه بتاعتك في المجال ده، وتبتدي تتحسن في المجال بتاعك. دول احسن طريقه. واخر حاجه واهم حاجه هي ان انت لازم تشتغل كتير قوي قوي قوي، ولو تقدر تشتغل بالشغلانه 2 و3 عشان تتعلم وتكسب خبره اسرع بكتير من اللي حواليك. عندنا سؤال من ايه بيقول I have close brand and it's a very competitive field I don't know how to stand out. انا عندي بيزنس بتاع ملابس، انا مش عارفه ازاي اتميز وسط الناس اللي حواليا، عشان الموضوع فيه منافسه كبيره قوي. هو فعلا مجال الملابس ده اظن اكتر حته كومبتيتيف وفيها منافسه رهيبه جدا، عشان هي اسهل مجال الناس تقدر تخش فيه. انت الصناعه بتاعت الملابس سهله قوي في مصر، تقدر تروح تعمل مصنع وتعمل البضاعه وخلاص تبتدي المجال بتاعك. المجال فيه منافسه رهيبه، وده مش غلط عليكي، وفعلا صعب ان انت تتميز. طيب انا اكتر طريق شايفه هو اطول طريق، بس انا شايفه احسن طريق، هو ان انت تبتدي تبني بيرسونال براند عنك انت. ان الناس لازم تبقى تعرف مين اللي ورا البراند ده، لان الناس زهقت من البراندز اللي عماله تطلع مش عارفين عنها اصل. بس هم لو بيعرفين الشخص اللي ورا القصه دي وبيعمل ايه وليه البراند ده مختلف عن اللي حواليه، هيبتدوا يحبوا البراند جدا بسبب الشخص ده. فانت مثلا ممكن تبني بيرسونال براند بان انت تنزلي تعملي فيلوجز وانت بتعملي البرودكت فروم A to Z، تاخدي الناس في الكولكشن تقول لهم هم اللي يختاروا، تدي لهم بيرسونال تاتش، تخليهم تحسوا ان هم اكنهم قاعدين معاكي في القصه، هم بيختاروا التشويسز ان هم البراند رايح على فين، فيحسوا ان هم جزء من البراند ده. الموضوع ده ان انت بتبني كوميونتي اون ذا لونج تيرم، وهي دي حاجه اورجانيك، دي مش بتتقاس ان هي تحصل في يوم وليله، ممكن تاخد سنين. بس اللي بيبقى عندك لويال كاستمرز وناس هتبقى هي انت مميزه بالنسبه لهم، وهم هيبقوا زي الفري ماركتنج ليكي اون ذا لونج تيرم على المدى الطويل. بس على المدى القصير يعني الستاندنج اوت ممكن يبقى بان انت تعملي شويه ادز، ممكن حاجات زي كده،
بس المجال عشان فيه منافسة رهيبة، فان انت تاخدي جزء من الماركت صعب. فهو الموضوع محتاج صبر ومحتاج نفس طويل ومحتاج حد يكون باشنت وبيحب اللي هو بيعمله وعايز يبيلد حاجة فروم سكراتش. بس الطريق موجود، والفورمولا هي ان البيرسونال براند هي is the way to go. Small is the new big, and being a personal touch, having a personal touch in your business is the magic. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. لو عندكم اسئله سيبوها تحت في الكومنتس وهرد عليها في الحلقه اللي جايه، وما تنسوش تشوفوا حلقه السؤال والجواب اللي فاتت.